في يوم فرحهم بيرمي عروسه على الارض لما الفريق اللي بيشجعه بيجيب جون، وحماتها بتقول لها ما تزعليش، والعروسه بتقول بدايه مبشره، وامه بتزعق له وبتقول انت بترمي عروسك عشان الجون، وبقول لها ده انا ارميك انت شخصيا عشان الماتش. وفي تاني يوم اللي هو يوم الصباحيه بيكون جايب صاحبه البيت يتفرجوا على الماتش. وفي اليوم التالت بترجع من بره وبتلاقي ان جوزها جايب صحابه كلهم يتفرجوا معاها على الماتش، وبتتضايق وبتقول انت مش قاعد في قهوه، فبياخدها على المطبخ وبقول لها لو اتكلمتي معايا كده تاني قدام صحابي هتبقى مشكله كبيره بيني وبينك. بعد كده ماما بتسالها جوزك عامل ايه معاكي، وبتقول لها ان هو دايما بيتفرج على الكوره هو واصحابه ومش معبرني خالص ولا محسسني اصلا ان انا متجوزه. وماما بتقول لها حاولي تهزري وتحببيه فيكي عشان انتوا لسه متجوزين، وفعلا بتسمع كلام امها وبتروح تهزر مع جوزها بس بيكشر في وشها وبقول لها انا عايزه انام عشان في بكره ماتش مهم هيبدا بدري وعايزه اسمعه. والبنت بتزهق من العيشه دي وبتنام وهي زعلانه. وفي تاني يوم بتروح لابوها وامها وبتقول لابوها انا عايزه اتطلق عشان مش حاسه اني متجوزه، وابوها بيحاول يقنعها انها لسه في اول الجوازه واكيد بتكونوا مش متفقين مع بعض، بس بتصمم برضه انها تتطلق. وابوها ما بيقدرش يغصب على بنته وبيروح له بيقول له بنتي عايزه تتطلق عشان انت تافه ومش محسسها انها متجوزه، وبيزعل جدا عشان خسر مراته بسبب الكوره. لو انت مكانها كنت عملتي ايه؟